عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. نعوذ بالله من ذلك. هذه الوجوه التي كانت منعمة في الدنيا يوم القيامة تصلى نارا حامية، أي شديدة الحرارة والعياذ بالله. تسقى من عين آنية، مع أن هذه الوجوه تحرق بالنار، ومع ذلك تسقى من عين آنية أي حامية، والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى وهو يصف لنا شراب أهل النار، قال تعالى في كتابه الكريم: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لا إله إلا الله. سقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. ويقول سبحانه وتعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر كل ما في بطن هذا العبد وما في جوفه من جراء ذلك الشراب. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليصب الحميم على رأس أحدهم فينفذ حتى يصل إلى جوفه. قال: فيسلت ما في جوفه حتى يصل إلى قدميه ثم يعاد كما كان. الله أكبر. تخيل يا أخي هذا الموقف العظيم، من يستطيع أن يتحمل ذلك؟ إنهم يدخلون النار ويجدون حر النار وعذاب النار، ثم يجدون من شدة العطش ما لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال أهل التفسير: إن هذا الرجل ماء يأخذ الماء فيريد ماء يأخذ ذلك الماء الساخن من شدة العطش فيقربه إلى وجهه إلا ويتساقط لحم وجهه وجلد وجهه في داخل ذلك الإناء قبل أن يشربه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ومع ذلك أيضا هذا الرجل لا يسقى بماء عادي مع أنه في شدة الحرارة، وإنما يتجرع ماء من صديد. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي ما يطيقه بشدة نتنه وخباثته. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب أليم. إن النار تكاد ينفصل بعضها عن بعض إذا رأت أصحابها، بل تنظرهم وتشتاق لهم. نار جهنم تشتاق للكفرة والملحدين وللعصاة المجرمين، تشتاق. قال سبحانه وتعالى عن النار: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم وهم في مكان بعيد سمعوا للنار تغيظا وزفيرا. فإذا ألقوا في نار جهنم قال سبحانه: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي تكاد
ينفصل بعضها عن بعض من شدة الغيظ على هؤلاء، من شدة الغيظ على هؤلاء المجرمين، وهم مع ذلك يسمعون صوت النار ويسمعون شهيق النار ويعذبون عذابا عظيما، ومع ذلك يستغيث فيغاثوا بماء كالمهل، فإذا أتي لهم بهذا الماء المختلط بالصليب وأرادوا شربه تساقط لحم وجوههم، تساقط لحم الوجه المنعم في الدنيا، تساقط في داخل ذلك الإناء. ومع ذلك كيف يكون شربه؟ قال سبحانه وتعالى فشاربون شرب الهيم. ومعنى فشاربون شرب الهيم مثلهم الله تبارك وتعالى بالإبل إذا كانت في شدة العطش لا يمكن أن تروى، فهؤلاء يشربون شربا عظيما ولا يروون، لا يروون أبدا من شدة الظمأ والعياذ بالله.